اللي عمله في الولاد دول كوم، واي حاجه عملها قبل كده كوم تاني. لو ما تعرفوش او ما شفتوش الفيديو الجميل ده، فانا بقول لكم خشوا بسرعه اتفرجوا عليه. صاحب بيج ايجيبت كده كده عمل موقف انساني الاطفال دي هتفضل فاكراه طول عمرها، ايا كان هو مين بقى، اسلام فوزي ولا حد تاني، بس احنا قدام انسان عظيم. الطفلين دول جابر بيه ومؤمن بيه زي ما هو كان بيقول لهم، اهلهم متوفيين وعايشين في الشارع. قابلهم مره وهو ماشي واتكلم معاهم وطلبوا منه العاب، ما توقعوش انه هيجي لهم مخصوص علشان يجيب لهم كل اللي نفسهم فيه حرفيا، وحاجات هم ما تخيلوهاش اصلا. جالهم مره تانية وخدهم خلاهم يشتروا العاب، لبس جديد، يروحوا يظبطوا شعرهم، يعملوا حاجات كتيره قوي بطريقه تخليهم مبسوطين، حاسين ان ده يوم من عمرهم. خلي بالكوا انتوا ممكن تعملوا خير كتير، وممكن انتوا تتبرعوا بفلوس، او ممكن تعملوا حاجه بمساعده، بس هو اختار يعملها بطريقه تسيب اثر للاولاد دي عمرهم ما ينسوه في حياتهم. فرحه الاولاد ان هم معاهم حد مسؤول عنهم بيوديهم ويجيبهم ويجيب لهم كل اللي هم عايزينه، دي لوحدها حاجه في منتهى الجمال. ايا كان صاحب ايجيبت كده كده مين، بس يعني ساب اثر ورساله. مش دايما المساعدات الماليه هي بتساعد اللي قدامك، بس مش كل حاجه بنقدر نساعد بيها الناس بتفرحهم. فكروا ان انتوا تعملوا حاجة، او ان انتوا تجيبوا لأي حد موجود عندكم غلبان او اي حد محتاج مساعدة، ان انتوا تجيبوا حاجة تفرحوا. ممكن ياخد المساعدة دي يجيب بيها اكل لنفسه، ويجيب بيها حاجة هيحتاجها في يومه، حاجة اساسية في يومه، بس انت ممكن تساعده بحاجة ما تخطرش على باله. ولو جاله فلوس هيستخسر ان هو يجيبها لنفسه، هاتها له انت. دي مكان هو مش متخيل ان ممكن يدخله في يوم من الايام. انت تجيب له حتى ساندوتش من اللي انت بتاكله، وهو هيستخسر حتى لو معاه فلوس يجيبه لنفسه. ربنا يجمعنا كلنا على فعل الخير، وشكرا لصاحب بيج ايجيبت كده كده انه دايما بيدينا افكار مختلفة لفعل الخير.